توم هانكس، ذلك الاسم العملاق في تاريخ السينما العالمية، الاسم الذي من المستحيل أن تجد شخصا واحدا لم يشاهد أحد أعماله وينبهر بأدائه العبقري في العديد من الأفلام الخالدة. ولد توماس جيفري هانكس في 9 يوليو لعام 1956 في مدينة كونكورد كاليفورنيا، وانفصل والديه وهو بعمر 5 فقط، فتربى في كنف والده الذي كان يعمل طاهيا. وانتقلت الأسرة أكثر من مرة إلى أن استقرت بأوكلاند بكاليفورنيا، وهناك التحق بالمدرسة الثانوية. وبعد تخرجه في عام 74 التحق بأكاديمية شابو كوليدج، وقرر الاتجاه لعالم التمثيل، خصوصا بعد أن شاهد مسرحية عودة رجل الثلج للكاتب يوجين أونيل وتأثره بها. في عام 77 شارك هانكس في مهرجان شكسبير المسرحي في ليكوود، أوهايو، واستمر به لمدة 3 سنوات متتالية، شارك فيها في العديد من مسرحيات ويليام شكسبير، إلى أن فاز بجائزة نقاد كليفلاند لأفضل ممثل. وبعد ذلك بعامين فقط، عام 1980 قام هانكس بالعديد من تجارب الأداء إلى أن حصل على دور صغير في فيلم He Knew You Are Alone. وفي نفس العام زادت الأضواء حوله بفضل برنامج اكتشاف المواهب لمحطة ABC، ليشارك بعدها في المسلسل الكوميدي Possum Buddies. وفي عام 84 قام المخرج الأمريكي رون هاورد بترشيح هانكس لدور البطولة لتوم في فيلم سبلاش، الذي كان بمثابة نقطة تحول في حياة هانكس المهنية، حيث حقق الفيلم نجاحا باهرا، وبدأ الناس يألفون وجه هانكس بعد حبهم لدور الرجل الذي يقع في غرام حورية بحر في الفيلم. على الرغم من نجاح الفيلم، إلا أن الأعمال اللاحقة لهانكس لم تكن بنفس القوة مثل فيلم The Man with One Red Shoe وفيلم فالنتير، ولكن الجيد بالأمر أن أداء هانكس كان الجانب الوحيد المشترك الذي أجمع النقاد وكذلك الجمهور على الإشادة به في كل فيلم من الأفلام السابقة. في عام 88 منحت المخرجة بيني مارشال فرصة ذهبية لهانكس عندما أسندت إليه دور بطولة فيلم بيج، الذي يروي قصة صبي عمره 13 عام يتحول بين ليلة وضحاها لرجل عمره 35 عام، ولكن بنفس عقل الصبي. وكانت النتيجة أداء مثاليا من هانكس، ترشح من خلاله لجائزة أوسكار لأفضل ممثل للمرة الأولى في حياته، بجانب فوزه بالجولدن جلوب لأفضل ممثل. وبعد بيج شارك في بعض الأفلام التي لم تنجح كثيرا مثل تيرنر أند هوتش، The Volcano Joy Versus وغيرها. خلال فترة التسعينات قدم هانكس مجموعة من الأفلام التي أصبحت من روائع السينما العالمية فيما بعد. بدأها عام 92 بفيلمين مميزين، وهما Sleepless in Seattle بالشراكة مع النجمة ميغ رايان، وفيلم فيلادلفيا بالشراكة مع النجم دينزل واشنطن، ليحقق هانكس أول جائزة أوسكار في حياته لأفضل ممثل عن أدائه الرائع في هذا الفيلم، وذلك بجانب فوزه بجائزة الجولدن جلوب للمرة الثانية. وفي عام 94 لعب هانكس دور البطولة في فيلم فورست جامب، ليحصل الفيلم على 6 جوائز أوسكار، من بينها فوز هانكس بجائزة أفضل ممثل، ليصبح بذلك ثاني من يفوز بالجائزة مرتين متتاليتين بعد أسطورة التمثيل الأمريكية سبنسر تريسي، وأول من يحقق هذا الإنجاز منذ 50 عام. وبالإضافة للأوسكار فقد حصل على جائزة جولدن جلوب، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه. في عام 95 ظهر هانكس على الشاشة بفيلم أبولو 13، والذي يحكي عن رحلة أبولو 13، وحقق الفيلم أكثر من 500 مليون دولار. وفي نفس العام قام بالأداء الصوتي لشخصية وودي في الفيلم الكرتوني الشهير توي ستوري. وفي العام التالي خاض أول تجربة له في الإخراج وكتابة السيناريو بفيلم The Things That You Do، والذي حاز على جائزة إيمي. وفي 98 ترشح هانكس لجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن الفيلم الأسطوري Saving Private Ryan، الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، ولكن سبيلبرغ وحده من فاز بجائزة أوسكار لأفضل مخرج، بينما لم يفز هانكس بالجائزة. وفي نفس العام قدم كوميديا رومانسية مرة أخرى، وبالمشاركة مع ميغ رايان، أيضا في فيلم You've Got Mail. وفي عام 99 عاد مجددا ليحتل الصدارة على شباك التذاكر، ولكن بفيلم توي ستوري 2 الذي حقق أكثر من 80 مليون دولار في أول أسبوع عرض، والذي قام فيه هانكس مجددا بالأداء الصوتي لشخصية وودي. وقدم كذلك في نفس العام أداء رائعا في فيلم آخر فائق الروعة، هو The Green Mile.
في عام 2000 لعب هانكس دور البطولة في فيلم كاستاوي، وقد حقق الفيلم نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا، فقد اعتلى المراكز الأولى على شباك التذاكر، فضلا عن ترشيح هانكس لجائزة أوسكار لأفضل ممثل، ليصبح الترشيح الخامس له لجائزة أوسكار، مما جعل اسمه يوضع بجانب أساطير هوليوود. ونال الفيلم جائزة جولدن جلوب للمرة الرابعة في تاريخه. وفي عام 2002 تم تكريمه من قبل معهد الفيلم الأمريكي ليصبح أصغر ممثل على الإطلاق ينال هذا الشرف. مع بداية الألفية الجديدة استمر توم هانكس في تقديم المزيد من الأعمال الناجحة، وإن كانت أقل من الأعمال الرائعة التي قدمها خلال فترة التسعينات. وفي عام 2013 عاد توم إلى المسرح، حيث بدأ بمشاركته في مسرحية The Lucky Guy، وترشح لجائزة توني لأفضل ممثل، لكنه لم يفز بالجائزة. وفي نوفمبر لعام 2016 حصل هانكس على وسام الاستحقاق الرئاسي للحرية من الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن مساهماته الخالدة في عالم الفن. أما مؤخرا فيعتبر فيلم سولي الذي عرض عام 2016 من أهم أعمال توم الأخيرة، والذي ظهر بعدها بعام في فيلم The Post بالمشاركة مع النجمة ميريل ستريب، ليترشح مجددا بذلك الدور لجائزة جولدن جلوب مرة أخرى. وأخيرا تم الإعلان عن بدء هانكس في تصوير فيلم Beautiful Day in Neighborhood بلعبه لدور مستر روجرز، والذي من المقرر أن يعرض في نوفمبر هذا العام، بالإضافة لعودته لتأدية صوت وودي في فيلم توي ستوري 4 الذي عرض في منتصف عام 2019. على الرغم من كل ذلك النجاح الذي حققه هانكس في حياته المهنية، إلا أن حياته الشخصية لم تكن بأحسن حال، حيث تزوج هانكس مرتين، المرة الأولى بالممثلة والمنتجة سامانثا لويس، وكان ذلك في عام 98 عندما كان لا يزال في الكلية، وأنجبا طفلين، ولكنه انفصل عنها عام 87. وفي عام 88 تزوج ثانية من الممثلة ريتا ويلسون وأنجبا طفلين. أما على الجانب الصحفي ففي أكتوبر 2013 وأثناء ظهوره في برنامج The Late Show صرح بأنه اكتشف مؤخرا أنه مصاب بمرض السكر من الفئة الثانية. توم هانكس علامة مميزة جدا في السينما العالمية، والذي نادرا ما تجد إنسانا لا يعرفه أو لم يشاهد له أحد الأعمال. فمن الصعب جدا أن تصنف أفضل 10 ممثلين في تاريخ السينما دون أن تذكر اسم توم هانكس.